الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع الآية العاشرة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من اتباع أي أحد غير رسول الله عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الحلقة الماضية سنة الله تبارك وتعالى في تقسيم الخلق إلى أشقياء وسعداء، من أول الخليقة آدم رأس السعداء والشيطان رأس الأشقياء، إلى آخر الخليقة عيسى بن مريم عليه السلام والمهدي ومن معهم من أهل الإسلام رأس السعداء، والمسيح الدجال واليهود ومن معهما رأس الأشقياء. سنة الله عز وجل من أول الخليقة إلى آخرها، وما بين الأول والآخر السنة ثابتة، ينقسم الخلق إلى أشقياء وسعداء، فهذه سنة لا راد لها، قضاء لا ناقض له. لأجل ذلك إذا كان الأمر كذلك فدائما ننصح أبناءنا نقول: يا ابني اعمل لمستقبلك، أي بني ركز في مستقبلك، يا فلذة كبدي خلي بالك من مستقبلك. أليست هذه نصيحتنا لأبنائنا؟ نعم. أي مستقبل نقصد؟ أنا أنصحك أخي الكريم وأنصح نفسي، نقول لك اعمل لمستقبلك، ركز في مستقبلك، خلي بالك من مستقبلك. إذا كنت حاكما أو محكوما ركز في مستقبلك، إذا كنت أبا أو زوجا ركز في مستقبلك، إذا كنت زوجة أو معلمة ركزي في مستقبلك، إذا كنت طالبا شابا صغيرا كبيرا ركز في مستقبلك. أي مستقبل نقصد؟ هناك 3 أنواع من المستقبل. هناك مستقبل الدنيا، نعيش في الدنيا 60 سنة 70 سنة 100 سنة، ده مستقبل. هناك مستقبل القبر، نعيش في كم سنة؟ مئات بل ألوف السنين. هناك مستقبل يوم القيامة، مستقبل آخر يوم مقداره 50,000 سنة. اعمل لمستقبلك، ركز في مستقبلك. فالمستقبل كل ما سيقبل عليه الإنسان، ما يقبل عليه الإنسان من أيامه. طيب أعمل لمستقبل إزاي؟ أركز في مستقبل إزاي؟ أن تسير خلف السعداء والقدوة السعيدة كي تكون سعيدا في كل مراحل مستقبلك. تكون سعيد في الدنيا، وتكون سعيد في القبر، وتكون سعيد يوم القيامة. تكون سعيد في كل مراحل حياتك، لأن من اتخذ قدوة شقية شقى في الدنيا وشقى في القبر وشقى يوم القيامة. ما الدليل؟ سيأتي معنا الآن حال الأشقياء المتبوعين والأتباع. اعمل لمستقبلك، ركز في مستقبلك، خلي بالك من مستقبلك. ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى شاء كونا وقدر بقدره سبحانه وتعالى أن الخلق سعداء وأشقياء. تعالوا بنا للسعداء. وهناك مشيئة أخرى الله تبارك وتعالى، أن ربنا شاء أن السعداء والأشقياء كل منهم ينقسم إلى متبوع وأتباع. إيه المتبوع؟ المتبوع اللي هو رأس الأمر، المتبوع القائد، يعني المتبوع الكبراء العظماء، ده المتبوع. الأتباع الشعوب الضعفاء اللي بيسمعوا الكلام، الذين يتلقون الأوامر، ده الأتباع. فالنبي هو المتبوع السعيد رأس السعادة، ثم جاء بعده الصحابة كانوا أتباع سعداء، ثم التابعين أتباع سعداء، ثم من سار على طريق الصحابة والتابعين إلى الآن إلى يوم القيامة، هؤلاء الأتباع السعداء، لأن متبوعهم رأسهم إمامهم متبوع سعيد. قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، برأسهم بمتبوعهم. فالمتبوع السعيد يأتي معه ويحشر معه يوم القيامة الأتباع السعداء، والمتبوع الشقي يأتي معه الأتباع والشعوب الأشقياء والعياذ بالله من اتبعوا كلامه. طيب، يبقى إذن عرفنا
إن سعداء وأشقياء. خلينا في السعداء. من السعداء؟ متبوع النبي، متبوع سعيد، أتباع سعداء. هذا القسم الأول من الخلق. القسم الثاني المتبوع والأتباع أيضا. المتبوع والأتباع الأشقياء الأشقياء ينقسمون إلى متبوع وأتباع. من المتبوع الشقي؟ الرأس الشقي، الآمر الشقي، الكبير الشقي، الشيطان رأس الأشقياء والعياذ بالله. وكل من سار على طريقة الشيطان كفرعون رأس الأشقياء، كالنمرود متبوع للأشقياء، كعمرو بن لحي أول من أنشأ عبادة الأصنام في جزيرة العرب، متبوع شقي، كواصل بن عطاء الذي أنشأ بدعة الاعتزال والابتعاد عن السنة وتقديم العقل على النقل، متبوع شقي. فالمتبوع الشقي، الكبير الشقي، الرأس الشقي، الملأ الشقي الذي يأتي بعد ذلك من يسمع كلامه ويفعل أوامره من الأتباع الأشقياء. هذه مصيبة كبيرة جدا. يوم القيامة حال السعداء مع بعضهم بعضا، وحال الأشقياء مع بعضهم بعضا. ابن القيم الآن يذكر لنا جملة من الآيات تبين لنا حال الخلق من بطن الأم إلى بطن الأرض، من أول العالم إلى نهاية العالم. سيقف كل الخلق سعداء مع السعداء وأشقياء مع الأشقياء، ويصف لنا هذا الحال بهذه الآية العظيمة التي وردت في كتاب الله، وهي الآية 10. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ملائكة الموت قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. تأتي الأمة المتبوعة يعني فرعون، هامان، قارون، الشيطان، النمرود، عمرو بن لحي، واصل بن عطاء، الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان، أرسطو، أفلاطون. يأتي هؤلاء المتبوع الشقي والعياذ بالله. فيأتي الأتباع الأشقياء يقول لا رب زد هؤلاء عذابا ضعفا من النار العنهم لعنا كبيرا. فيقول هؤلاء الرؤساء الكبراء ما كان لنا علينا من شيء، ملناش دعوة، احنا كل اللي عملناه دعوناكم فاستجبتم لنا لا تلومونا ولوموا أنفسكم، أنت المسؤول، أنت الذي أخذت قرارك في اتباع المتبوع الشقي. قالت أخراهم لأولاهم وأولاهم لأخراهم. ابن القيم يفسر هذه الآية العظيمة فيقول فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ذكر الصنفين المبطلين. إذن المتبوع الشقي ينقسم إلى قسمين. قال منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها. يبقى هناك من ينشئ الفرية، أي إنسان ينشئ باطل وينشئ فسادا يعادي به سنة النبي وينشئ بدعة يضاد بها ويشاق بها طريق النبي، هذا فاسد مفسد والعياذ بالله. يعني هناك عمرو بن لحي أنشأ كما أشرنا منذ قليل عبادة الأصنام في جزيرة العرب، وأول من سيب السوائب متبوع شقي. فرعون أنشأ عبادة نفسه ودعا الناس إلى عبادة نفسه ما علمت لكم من إله غيري قال أنا ربكم الأعلى، متبوع شقي. جنود فرعون أتباع أشقياء، ولما هلك الفرعون وهو المتبوع هلك معه الأتباع. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. جنود فرعون يوم القيامة يقولوا يا فرعون
احنا ربنا أهلك فرعون وزدوا عذابا ضعفا من النار. ربنا يقول لكل ضعف، الأتباع والمتبوعين. قضية خطيرة جدا في حياة الخلق، من تتبع، مع من تسير، خلف من تفعل أمر من، خطيرة جدا في حياة الخلق. قال ابن القيم: والثاني مكذب بالحق. جنود فرعون بقى، يعني في واحد أنشأ الفرية وواحد خدها وعمل بيها، كلاهما في العذاب والضلال البعيد. فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحوده. يعني الملك والساحر في قصة الغلام والراهب، الملك والساحر متبوع شقي، هناك أناس اتبعوهم، الغلام لم يتبع وكان غلاما صغيرا طلب الحق ولم يتبع الملك ولم يتبع الساحر. طفل يا جماعة، طفل ترك تقاليد قومه وترك الملك وترك الساحر واتبع طريق الحق وتعلم الحق من الراهب. إذا كان طفل عمل كده، أنت أولى بعقليتك وقوتك أن تكون أفضل من الطفل الغلام الذي اتبع الحق. إذا كان الأطفال يتبعون الحق، فما بالكم بالرجال وأولي العزم والقوة. فيا أولي العزم ويا أولي العقول، حري بنا أن نتبع الحق وأن نكون عزيمتنا أقوى من عزيمة الأطفال. الغرض المقصود، قال ابن القيم رحمه الله: والثاني كفره بجحود الحق، وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل، فإذا انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لكفره وشره. ولهذا قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين، عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم. الكفر عمل مستقل، والصد عن سبيل الله عمل مستقل، فهذا العمل له وزره وهذا العمل له وزره، هذا العمل له جزاؤه وهذا العمل له جزاؤه. وحيث يذكر الكفر المجرد عمل واحد لا يعدد العذاب، كقوله تعالى: إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال تعالى: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: ادخلوا في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس في النار. ادخلوا في جملة هذه الأمم، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، كل أمة متأخرة لأسلافها، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ضاعفه عليهم بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك. قال الله تعالى: لكل ضعف من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره، لا تعلم كل طائفة فيه بما فيه أختها من العذاب المضاعف. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. إخواني الكرام، هذه المسألة وهذا الحال وهذا الأمر ذكره القرآن كثيرا في غير ما موضع. أذكر لكم 5 مواضع فقط، كيف أن المتبوع الشقي أيما كان في زماننا، قبل زماننا، بعد زماننا، يكون له أتباع أشقياء. في زماننا، قبل زماننا، بعد زماننا، يوم القيامة يتبرأ مع بعضهم من بعض، ويتهرب بعضهم من بعض، ويلعن بعضهم بعض، ويدعو بعضهم إلى بعض، ويتمنى أنه لو كان له هلاك وعذاب أكثر منه. أيعقل هذا؟ القرآن يذكر لنا الغيب ويذكر لنا حال الأتباع والمتبوعين الأشقياء من الكبراء والرؤساء والعظماء والملأ ونحو ذلك كفرعون وهامان وغيرهما. نعم، هذكر لك تدريب بس، 5 آيات في القرآن الكريم، كل آية تبين حال هؤلاء. اكتب في كراس معك هذه الآيات ال5، وبمجرد أن تنتهي الحلقة وينتهي الدرس اذهب إلى أي محرك بحث جوجل مثلا، أو اذهب إلى كتب التفسير واقرأ تفسير هذه الآيات. الآية الأولى في سورة إبراهيم، آية رقم 22 في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني لوموا أنفسكم. أسأل الله العافية. فالشيطان يتبرأ من كل من استجاب له. شياطين الإنس والجن يتبرأ بعضهم من بعض والعياذ بالله. طيب، يبقى انظر إلى حالهم، حال الأتباع والمتبوعين الأشقياء، حال الندامة وحال الحسرة وحال الخسران، حال التبرؤ يتبرأ بعضهم من بعض، حال دعاء بعضهم على بعض، حال يفر بعضهم من بعض، حال يدعو بعضهم على بعض بمضاعفة العذاب. طيب، خذ الآية رقم 2 في سورة غافر، آية رقم 47 وآية 48. اعتبر هذا تدريب وتنشيط وبحث لك. ابحث عن الحق. سلمان الفارسي جاء من بلاد فارس إلى الشام إلى الجزيرة يبحث عن الحق. انت ابحث عن آية واحدة بس وافهمها واعمل بها. آية خطيرة. آية رقم 1 قلنا سورة إبراهيم، آية 21 آية 22. سورة غافر آية 47 وآية 48. سورة الأحزاب خطيرة جدا. سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب آية 66 و 68. تصور الأتباع والمتبوعين الأشقياء يدعون بعضهم على بعض بمضاعفة العذاب. قال تعالى: ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ريتنا سمعنا كلام الرسول، يا ريتنا سمعنا كلام الرسول ودخلناه البنوك وخلينا الرسول هو الذي يحكم في المعاملات الحلال والحرام. يا ريتنا دخلنا الرسول في السياسة وخلينا الرسول هو الذي يقود الناس إلى الحق ونترك رأي فلان وقول فلتان. يا ريتنا دخلنا الرسول في التعليم وأذهبنا ولغينا المناهج الفاسدة التي تضل الناس عن السنة. يا ريتنا تعاملنا بسنة الرسول في البيوت. ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هل ينفعهم ذلك؟ ولا تحين مندم ولا تحين مناص ولا تحين فلاح ولا يحين فلاح حينئذ. الآية التي بعد ذلك سورة سبأ، آية رقم 31 لحد الآية رقم 33 في سورة سبأ. انظر حال الأتباع والمتبوعين الأشقياء والعياذ بالله. كذلك في سورة البقرة. في سورة البقرة نعم ذكر الله عز وجل آيات كريمة في سورة البقرة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تبرأ بعضهم من بعض. يا إخواني، الأمر خطير جدا، والله العظيم جد خطير. هذه المسألة من أخطر المسائل في حياتنا، أن الناس يظنون أنهم يتبعون أهل الباطل ويظنون أن الأمر سهل ويظنون أن الأمر هين. لا، اعمل لمستقبلك. لن ينفعك بين يدي الله أحد إلا القرار الذي أخذته في من تتبعه. لأجل ذلك قال ابن القيم رحمه الله: فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل. يعني المتبوع الشقي أو المتبوعون الأشقياء يقولون لمن جاء بعدهم واتبعوهم: فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا. لأي سبب من الأسباب، سبب المناصب، سبب الفلوس، سبب الترقية، سبب طلب أي عرض أو غرض من الدنيا، وترك الحق الذي أتتكم به الرسل نبيكم محمد. فأي فضل كان لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركنا. تركتم الحق في كل باب من الأبواب أو في أحد الأبواب، فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بضلال قوم آخرين. فأي فضل كان لكم علينا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. بما كسبت وبما قررت وبما اخترت طريقك. ما طريقك؟ هل طريق الرسول أو غير الرسول؟ فلله ما أشفاها. تعجب! فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة ولو صادفت من القلوب حياة. فإن هذه الآية وأمثالها
مما يذكر القلوب السائرة إلى الله، وأما أهل البطالة فليس عندهم من ذلك خبر، فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة عياذا بالله. مسألة أخرى يذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في هذا السياق وهي بالغة الأهمية. ممكن يكون المتبوع سعيد كالأنبياء أو كأحد الأنبياء، ويأتي بعده أتباع أشقياء. كيف ذلك؟ كيف يكون المتبوع سعيد ويأتي الأتباع يكونوا أشقياء مثل النصارى؟ يدعون أنهم يتبعون عيسى ابن مريم، وعيسى متبوع سعيد، ولكنهم بدلوا بعد عيسى وحرفوا الإنجيل بعد عيسى. موسى متبوع سعيد، ولكن جاء بعده بنو إسرائيل فحرفوا التوراة، فهم أتباع أشقياء لمتبوع سعيد. النصارى أتباع أشقياء لمتبوع سعيد. كفار العرب أتباع أشقياء لمتبوع سعيد، كانوا يدعون أنهم يعبدون الملائكة أو غير ذلك. فالحذر الحذر من التبديل. كذلك من يعبد القبور من دون الله وينشر الشرك من دون الله أتباع أشقياء، وإن ادعوا أنهم يتبعون متبوعا سعيدا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من بدل أو حرف أو غير أو نحو ذلك فهو متبوع أو فهو من الأتباع الأشقياء، وإن كان متبوعه سعيد. سبب شقائه أنه بدل طريقة المتبوع السعيد وبدل طريقة المتبوع السعيد. قال: أما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم لهم تبع وليسوا متبعين لطريقتهم، فهم المذكورون في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اعمل لمستقبلك، اوعى، احذر يكون مستقبلك مستقبل الحسرة، مستقبل الندامة، مستقبل العذاب، مستقبل الخسران، مستقبل البوار. قرار خطير في الحياة. من تتبع؟ من رأسك؟ خلف من تسير؟ من إمامك في السياسة؟ من إمامك في الاقتصاد؟ من إمامك في التعليم؟ من إمامك في الأفراح؟ من إمامك في الأحزان؟ من إمامك في قراراتك؟ اجعل إمامك رسول الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال ابن القيم: فهؤلاء المتبوعون كانوا على هدى، وأتباعهم ادعوا أنهم كانوا على طريقتهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، يزعمون أنهم يحبونهم وأن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم، كما ضربنا لذلك جملة من الأمثلة. الحوض يا عباد الله، الحوض حوض النبي. كل الأتباع الأشقياء وكل الأتباع الذين بدلوا أو غيروا أو حرفوا ومشوا في طريق خلف رسول الله لن يردون على الحوض ولن يشربوا من حوض النبي. واصل بن عطاء ومن اتبعهم من الاعتزال، الجعد بن درهم والجهمية وكل هؤلاء، والصوفية وكل من أبدع يخشى على نفسه، يخاف على نفسه ألا يرد حوض النبي. يؤتى يوم القيامة بالنبي عليه الصلاة والسلام فيشرب من الحوض، تأتي أمته لتشرب من الحوض. الملائكة تذود بعض الناس، فالرسول يقول: يا رب أمتي أمتي. يقول النبي: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، بدلوا بعدك، خالفوا طريقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الموعظة العظيمة، موعظة وتحذير من الإمام ابن القيم يوجهها لأهل الإسلام بل للخلق جميعا في زماننا في القرن 15 الهجري. ينصح ابن القيم فيقول: قال ابن القيم: وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة يعني بطانة وأولياء ورؤساء غير رسول الله. هذا حاله، حال التعاسة والشقاء، مستقبل الخسران والبوار، مستقبل الندامة، مستقبل العذاب. قال: وهذا حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء. وليجة يعني بطانة وأصدقاء،
يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات، مستقبل الحسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب. ممكن إنسان يعيش في البدعة 60 سنة 70 سنة صوفي، أو 60 سنة 70 سنة ماتريدي، أو 60 سنة 70 سنة معتزلي أو جهمي أو غير ذلك، أو علماني أو ليبرالي، أو على أي طريقة خلف طريقة رسول الله. كل عمل يعمله على طريقة على خلاف طريقة رسول الله ترد في وجهه. قال فأبطل الله سبحانه عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل وصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله تعالى، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه، وهو حظه من الهجرة إلى الله وإلى رسوله، وتجريد عبادته له وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد، وتجريده متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال غيره، وترك ما خالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم الاعتناء به، وتجريد متابعته تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشركة بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليها. فهذا هو السبب الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يحول ما يحول ثم إليها مرجعه. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. وهذه هي النسبة، العلاقة أو السبب الذي تنفع العبد، الذي ينفعك بين يدي الله الذي ينفعك بين يدي الله أن تأخذ القرار وأن تتبع رسول الله. القرار بأن الرسول هو القدوة، مش الموضة هي القدوة، ولا اللاعب الفلاني هو القدوة، ولا الممثل الفلاني القدوة. خذ قرارك، من قدوتك؟ قال وهذه هي النسبة التي تنفع العبد فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة. اعمل لمستقبلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ القبر ودار القرار، فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، أي العلاقة برسول الله. والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى يوم القيامة إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين الله فقط، وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقيق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنة الرسل، وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. احذر حياتك تكون صفر. ما معنى حياتك تكون هباء منثورا؟ صفر. واحد عاش 60 سنة 70 سنة من حياته وحياته بين يدي الله صفر. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه أعماله التي كانت في الدنيا على غير سنة رسول الله وعلى غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا، ولا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم، فهذا حكم أتباع الأشقياء. نعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا والحمد لله رب العالمين.